ايه بقى سر قوه عامل النظافه المنتشره على مواقع التواصل الاجتماعي الفتره اللي فاتت دي؟ يعني مثلا تلاقي بودي بيلدر بيشيل وزن بطلوع الروح، تلاقي الراجل ده مثلا بمنتهى السهوله قدر يشيل نفس الوزن رغم ان البودي بيلدر ده مثلا قده مرتين. فالسؤال بقى دلوقتي، هل الاوزان دي فيك مش حقيقيه مثلا؟ طب لو الاوزان دي حقيقيه، ازاي الراجل ده بيشيلها واصلا جسمه حجمه مش كبير قوي؟ اول حاجه، هل الاوزان دي حقيقيه؟ ايوه الاوزان دي حقيقيه. طب ازاي بقى الراجل ده كده؟ واحد بقى هيجي يقول دلوقتي ده عصبه يا جدعان، هقول لك لا، مفيش حاجه اسمها كده. اولا انت بتلاقي في الفيديوهات اللي هو بيكون بيعملها تلاقي لابس لبس واسع وكده، فبالتالي حجمه العضلي مش باين، ولكن هو في الحقيقه لا، عنده حجم عضلي كويس جدا ومستواه كويس جدا. طب حلو، طب دلوقتي احنا بنلاقي ناس قده مرتين ثلاثه تقريبا هو بيشيل نفس اوزانهم او يمكن اكتر كمان وبمنتهى السهوله كمان. السر فيه حاجتين، اول حاجه ان هو عنده نسبه الالياف العضليه البيضاء او تايب 2 ماسل فايبرز اعلى من الالياف العضليه الحمراء او التايب 1 ماسل فايبر، فده بيخلي عنده القوه الانقباضيه بتكون عاليه جدا، ولكن الانديورنس او قدره التحمل مش بتكون اعلى حاجه. ثانيا بقى وده الاهم، هو اصلا راجل باور ليفتر، وهو اصلا اسمه اناتولي وعنده قناه على اليوتيوب بينزل عليها برانكس وكده. ورياضه اصلا الباور ليفتنج اللي يعرفها بيركزوا اكتر على القوه من الشكل. وعايز اقول نقطه بقى هامه جدا، القوه مش بتكون مرتبطه قوي بالشكل. يعني عايز اقول لك مثلا لو انا جبت لك واحد من بطولات الباور ليفترز بتلاقي مثلا حجمه صغير وكتلته العضليه مش اكبر حاجه، وتلاقيه بيشيل اوزان مش طبيعيه، يمكن اصلا يكون اقوى من الاوزان اللي بيشيلها مستر اولمبيا ذات نفسه. الموضوع اشبه برياضه الجمباز. يعني مثلا في رياضه الجمباز ممكن تلاقي واحد تخين شويه مثلا وعنده ليونه عاليه جدا بيقدر يعمل حركات مثلا، وواحد تاني جسمه صحي جدا وكويس جدا وزي الفل وتلاقيه مش قادر يعمل نفس الحركات اللي عملها الشخص التخين ده. ايه السبب؟ السبب في الممارسه. طب افرض بقى انت دلوقتي عايز يكون عندك القوه العاليه دي وفي نفس الوقت انت عايز يكون شكل جسمك حلو، اكنك بتدمج بين رياضه الباور ليفتنج والبودي بيلدينج، تعمل ايه؟ اكتر نظام ممكن ارجحه لك تعمله لو انت عايز تدمج بين الرياضتين دول ان انت تطبق نظام بوش بول ليج. في البوش انت بتاخد كل عضلات الدفع، مثال ليها مثلا الصدر، الكتف الامامي، الكتف الجانبي والترايسبس. اما في يوم البول انت بتاخد عضلات السحب اللي هي مثلا زي الظهر، الكتف الخلفي، البايسبس. وثالث يوم هو بيكون الرجل. فاللي انت ممكن تعمله في النظام ده ان انت تدخل الحركات بتاعه الباور ليفتنج اللي هي مثلا البنج بريس، الديد ليفت، السكوات، وتدخلهم في النظام ده كاول تمرينه. يعني مثلا في يوم البوش تدخل البنج بريس، في يوم البول تدخل مثلا الديد ليفت، في يوم الرجل تدخل السكوات. وزي ما انا قلت التمرينه دي بتكون بتلعبها في اول التمرينه بتاعتك، وبيكون غالبا الرينج بتاعها تحت 5 عدات، يعني مثلا من عدى ل5 عدات كل مجموعه. وطبعا انت لما تعمل حاجه زي كده ده بيخليك ان انت شخص اقوى، ولما انت تكون شخص اقوى ده معناه ان انت تقدر في بقيه التمارين تشيل اوزان اكتر، ده معناها ان انت تبني كتله عضليه اكبر. ولو عايزين تفاصيل اكتر عن الموضوع وطريقه التمرين دي لان انا اصلا بذات نفسي بطبقها، يا ريت تقولوا تحت في الكومنتات.